فانا عندي زياره له، وعندي كمان اصل يوليا مشغول، عندي في اول يوليا القمه الاتحاد الافريقي 7 و8 يوليو على ما اتذكر، 7 و8 الجي 8 17 و18 عدم الانحياز في مصر، 21 في اجتماع في ايطاليا في ميلانو، وبعدين جنب في كمان اجتماع بيتعمل في موسكو قمه عشان القضيه الفلسطينيه لسه ما اتفقناش عليه وهنروح نحضره طبعا. ففي اجتماعات كتيره وهنستمر في التواصل. طب أنا والنهارده عندنا اسمه ايه ده، ميتشل وجاء عندنا وقعد بكره ورايح دول اخرى، فالتواصل مستمر. طب خلينا التقط ما ذكرته عن سيد رئيس عن موسكو، وان هناك احتمال عقد مؤتمر في موسكو، ما هي تفاصيل هذا الموضوع وهل سوف تشاركونا في هذا المؤتمر؟ ولسه ما جالناش التفاصيل، وانما عشان عمليه السلام وانا هشارك فيها بالقدر. اي عمليه للسلام في القضيه الفلسطينيه احنا مهتمين بها، لان السلام واستقرار للمنطقه بحل بما فيها مصر، واحنا مصر اللي عانينا كتير جدا من عدم وجود سلام في المنطقه، فدي يعني عمليه اساسيه عندنا. لما عملوا في انابوليس مع راح وزير الخارجيه، في كل المؤتمرات احنا بنحضرها، عمليه السلام بنحضرها. هل هذا الموضوع سوف يكون احد الموضوعات التي سوف تناقشها مع الرئيس الروسي اثناء زيارته للقاهره؟ هو جاي لي يوم 23 و100% هيتكلم في هذا الموضوع، وانا هشجعه على هذا، لان لعلها تكون خطوه تساعد على عمليه السلام. احد التطورات المهمه الحادثه في المحيط العربي مؤخرا هو الانتخابات البرلمانيه اللبنانيه، وهي الانتخابات التي خرجت بنتيجه فوز للاكثريه ولكنه فوز غير حاسم، وتراجع ايضا لحزب الله او لمجموعه المعارضه وهو تراجع معطل. كيف تقيم انت سيد رئيس هذه النتائج وهذه والله انا مفهوم الديمقراطيه، اصل الديمقراطيه دي لها مفاهيم كتيره قوي. انا بقول الديمقراطيه حكم الاغلبيه. دلوقتي الاغلبيه بقت في بتوع 14 اعضاء، هم خدوا نسبه عاليه، خدوا حاجه و70 صوت، التانيين خدوا 57 صوت. لازم نحترم هذا الكلام. ان الاوان بقى ان كل واحد يهدى ويفكر، وبلاش ياخد تعليمات من بره، خليهم يشوفوا شعوبهم، خلي البلاد تعيش، خلي الشعوب تقدر تمارس الحياه الطبيعيه. هل بتعتقد سيد الرئيس بان استمرار الحوار الوطني اللبناني يمكن ان يكون هو الطريق والمخرج، استمراره هو المخرج من المأزق اللي هو فيه لبنان في هذه المرحله؟ بيتحاوروا من سنه 71. انا فاكرها، وقال لهم القوات عشان يظبطوهم قوات من الجيش السوري وقوات من الجيش اللبناني، وبعدين ابتدوا هيصفوا في بعض، طلبوا مننا قوات ايام الرئيس السادات، يقول انا ما اروحش هناك، ما نبعتش حد هناك، وما كانت النتيجه المشاكل اللي حصل بين الاطراف المختلفه، انسحب الجيش العراقي وفضل الجيش السوري 30 سنه، وياما حذرت سوريا من ما قد يحدث نتيجه التواجد السوري المستمر 30 سنه، ما صدقونيش لحد ما طلع لهم القرار لازم تنسحب. والله يعني انا نبهتهم كثيرا بس عادش يسمع كلام. بيظل نفي الطائفية والتعامل بمنطق الوطن الواحد هو الأساس في الخروج من هذا المأزق، أليس كذلك؟ لبنان دي كان بلد من أجمل البلاد، ولا كنا بنشعر بالطائفية ولا سني ولا شيعي ولا مرود، الشعب كله واحد زينا احنا زمان. لا كنا بنبص للإبطل، طلعت لنا موضة جديدة، قبطي مسلم سني شيعي، انقسمت الدنيا، اتلخبطت الدنيا. لابد الناس تفوق وتفكر، وما كانوش هيفوقوا ويفكروا لمصلحه بلدهم هيضيعوا كلهم. طيب سيد رئيس، اذا ما عدنا الى الشأن المحلي، الدورة البرلمانية الرابعة قربت على النهاية، كيف تقيم انت الاداء البرلماني في خلال الفترة الماضية؟ والله الاداء البرلماني كان كويس رغم المشاغبات، ودي في طبيعه البرلمانات كلها. يعني ما انت شفت في البرلمان الايطالي بيضربوا بعض، شفت يعني، بس الحمد لله ما ضربوش بعض عندنا، كانوا بيشتموا بعض بس. لكن الاداء البرلماني كان كويس، انجزنا قوانين كثيره، ده بيعارض وبعدين كله بيتفقوا، الاغلبيه بتاخد القرار. عندنا داخل فيه دلوقتي قانون بتاع المراه،
هيخش ده بكره او بعده ولازم يخلص. فانا شايف الاداء البرلماني اداء كويس جدا. ولازم يكون في معارضه. لازم يكون في معارضه. وتعتقد ان البرلمان قد انجز ايجابيات كثيره في خلال ايجابياته كانت كثيره وما زال لديه دور القيام به. ايجابياته كثيره رغم ان بعض الحاجات اللي بتحصل، لكن في مجملها الايجابيات كويسه جدا. سيد رئيس، قبل ان اشكرك على هذا الحوار، انا الاحظ بانك بالفعل تشعر بحاله من الارتياح عندما تكون في جزء من اجزاء مصر حتى على الرغم من حراره الجو. احنا نرى في اسوان درجه الحراره حوالي 40 او 44، ولكن انت تشعر بشعور خاص عندما تمر في اي منطقه من مصر كما ذكرت لي قبل التسجيل. انا بشعر براحه اول ما اسيب القاهره. بروح بقى هنا بفرح لما بشوف انجاز الناس، سواء في اسوان، سواء في قنا، سواء في اسيوط، سواء في الاسماعيليه، سواء في اي مكان. وبطبعي لما اروح في اي بلد بسال عاملين ايه، فانا بسعد لما بشوف انجاز. شوف انجاز، ناس بتبني بيوت، اجيب استثمار عشان الاقي وظائف للناس. انت عارف ان عندنا كم واحد بيشتغل في الحكومه؟ كم؟ حوالي 6 مليون، 5 مليون شويه. مفيش دوله بالشكل. كان عندي رئيس دوله من الدول بيشتكي لي، بيقول لي يا اخي عندنا حمل كبير جدا من الوظائف الحكوميه، كلفنا كتير قوي. بقول له ليه؟ عندنا 350,000 موظف حكومه. فبقول لي انت عندكم كام؟ عندنا. قلت له عدد مماثل. اقول له 5 مليون، الراجل يطب مني في الشارع. سيد رئيس حسني مبارك، شكرا جزيلا لك على اتاحه هذه الفرصه لنا لنتحاور معك حول هذه القضايا، ونراك دائما في خير حال وخير صحه. سيدات والساده، شكرا لكم، والى اللقاء في مرات قادمه باذن الله. شكرا جزيلا.